مرحبا بالجميع. القصيدة هي الحياة، وبالقصيدة نهدم كل أعراض الموت. الكلمة هي رسالة. هذه قصيدة سأقرأها عن غزة. جندي، جدائل ووطن، إلى كل شهداء غزة ينحني دمي. تقدموا، يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. سميح القاسم. يد الريح بندقية تقود الثائرين. أتنفس الهواء المعذب بالقنابل. أترنح مطرا على وجه الشمس. أنا دليلك فانتظرني. قالت أنا لا أحد. أجبت فادخلي ذاتي كي تسمعي مزامير الطغاة. أنا الجندي القادم من كثبان الليل وحدها. ثرثرة الردى تطل علي من وراء الظلام. أقف على باب اليتم غريبا، وهذا النحيب النائم بين جرحين يشق أنين البحر نصفين. هل أعبر حافي الأنفاس أم أفتح في الموج شرفة كي أبصر العصافير تسقط في فياف الغسق؟ فمن أي بئر خرجت يا أبي كي تتحول كفي إلى رماد؟ لا شيء يزهر هنا غير البكاء. حتى ديك الحلم لم يجد غير دم الضحايا، فصاح باحثا عن الماء. خلعت الأرض جبائلها. قف مكانك، قالت، وامتدت موسيقاها في أضلعي، ففر مني بعضي كما أدمعي. قلت أنا الجندي الحامل لكل النبوءات. سأختفي برقا في كتاب المساء، وستنبت ابتسامتي عطرا زهرا وشلال ضياء. وشكرا. شكرا للشاعرة نجاة الزبير. ومن نجاة إلى عبد الرحيم، سليل من الروح، وأيضا هو اسمه سليلي. وتشاء الصدف كلما اتصلنا بالشاعر عبد الرحيم سليلي
كي يحضر بيننا في دار الشعب مراكش كلما توج بجائزة، ولعل هذه المناسبة كي نبارك له هذا التتويج. طبعا